هلا والله متابعين جدة خلف، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ورجعنا لكم بفيديو جديد. جبت لكم مجموعة من الفيديوهات عن مواقف صارت للناس بالثلوج. ما اريد اطول عليكم المقدمة، خلينا نشوف الفيديو. قبل لا نشوف الفيديو لا تنسون تحطون لايك وتشتركون بالقناة، قناة جدة خلف. هذا الشيء يحفزني اكثر حتى استمر بالنشر. ويلا خلينا نشوف الفيديو. طبعا هذا الشخص جاي يتزحلق. شوف الثاني وقفوه، معودين وقفوه. هاي بس تريد توصل للبيت مالهم. البيت مالهم تقريبا بعد مترين. شوف وين رجعت، ما جاي توصل للباب اصلا. كل ما تتصل للباب الثلج يرجعها. طبعا هذا الشخص يريد يصعد للشارع، كل ما يريد يصعد الثلج جاي يرجعه. شوف رجع. يحاول يصعد. ايه روح. هم ما جاي فيه. شوف صار بيه. واخيرا بدا يصعد. قام يزحف زحف. واخيرا يا الله صعد. وي. بس والله ونسى. طبعا هذا الرصيف مثل ما تشوف قدامكم، ما حد يقدر يمشي عليه. اي واحد يمشي على هذا الرصيف راح يتزحلق. شوف الناس. الطريقة الصحيحة حتى تمشي عليه لازم تتزحلق. يا اخي شيء متعب، بس انا اشوفه وانسى. لان احنا نادر ما نشوف الثلوج بالدول العربية. هذا وين يروح؟ هذا اللي يجي للبيت. شوف وين راح زحلق. بعد ما يرجع للبيت انه بساعتين. طبعا هذا يتمشى بالشارع، بس شوف كم مرة وقع، ما يقدر حتى يمشي. هذا الطفل اللي يروح للمدرسة يمشي خطوة ويوقع خطوة، يمشي خطوة ويوقع خطوة. اخي والله مشكلة. مشى. رجع وقع. الى هنا شباب وصلنا نهاية الفيديو. لا تنسون تحطون لايك وتشتركون بقناة جدة خلف، واريدكم تنطون رأيكم بالتعليقات. هل تحبون اجواء الثلوج او لا؟ كان وياكم جدة خلف، مع الف سلامة.